حبايبنا اللزم، صباحكم زي العسل. السلام عليكم. وانا في الصحراء كده، انت عارفين بحب استكشفها يعني، وبرضه عشان احذر الناس، مش بخوفها والله، بس عشان الناس تبقى واخده حذرها يعني. ده جحر اهو، غالبا ده جحر تعبان، لان هو كبير على انه يبقى جحر فار. الفيران اصغر من كده بكتير. الفيران هنا اصغر من ال من الصراصير، قد الصراصير كده فيران كتيره، واصغر، تلاقي الفار قد الصرصار كده او اكبر شويه. انما ده جحر كبير. وبعدين بص اثر التعبان اهو، يعني اثر حركته هتلاقيها موجوده هنا حوالين الجحر. وبعدين التعبان غالبا بيعمل جحر دخول وخروج، او كذا جحر دخول وخروج، يعني مش جحر واحد. يعني بص هتلاقوا ده هنا كده، وده هنا برضو اثر التعبان ماشي كده اهو، وهتلاقوه واصل برضو للجحر ده اهو، وهتلاقوه برضو اكيد ليه اهو فعلا ماشي هنا اهو، تحس انه ماشي. وادي الايه، مدخل تاني او مخرج تاني للهروب بس. وماشي كده هتلاقوا كذا، غالبا عامل كذا فتحة ليه يعني. مش بقول كده، مش بخوفكم طبعا يعني، ان انتوا الناس، بس يعني الناس تبقى واخدة ايه، واخدة حذرها يعني. تلبس كوتش، تلبس كوزلوك، تلبس جزمة برقبة سيفتي. الناس تبقى ماشية واخدة بالها يعني من اهو. وادي برضو ايه، شايفين؟ واول ما مشيت، بصوا اول ما مشيت فوقيه، شوفوا الجحر ماشي من جوه ازاي، ابتدى الرملة تهيل، لان هو من تحت متفرغ، نفق لغاية هناك. لو دوست عليه تاني هتنزل تاني، بس انا مش عاوز اذيهم يعني، لا تاذوني ولا اذيكوا يعني. فالناس تحذر وتخلي بالها يعني. وصباحكم زي العسل.